كاس الممتاز يعني ده وضع طبيعي انه يكون في القلعه الزرقاء. الحمد لله الان الجمهور مبسوط ومبسوط باداء الفريق، ونهنئ الابطال بهذا الانتصار العظيم باسترداد الكاس العز كاس الممتاز. شكرا جزيلا، كتر خير. نهنئ كل جماهير الهلال في كل بقاع السودان لهذا الانتصار وهذه البطوله الممتاز لهذا العام بعد مجهود شاق خلال هذا الموسم من مباريات افريقيه والمشاركه في الكونفدراليه والدوري الممتاز. نحمد الله كثيرا. يعني توج الهلال في خلال هذا الموسم بالنصر والتتويج لبطولة دوري السوداني الممتاز. حقيقة نحن نهدي الفوز كمجلس إدارة نادي الهلال لأبطال الجماهير. جماهير الهلال دي جماهير هي عظيمة، وجماهير هي دائما وفيها، وجماهير هي دائما تقيف مع الهلال. والحمد لله يعني يمكن شفتوا الليلة أداء الهلال يعني كان أداء ممتاز. يمكن احنا في مجلس إدارة نادي الهلال الناس عملت بجهد وإخلاص، والفوز ده شيء طبيعي جدا لنادي الهلال برغم الإحباط ان احنا حاصل لنا كمجلس إدارة نادي الهلال. يعني يمكن الناس مرقت من البطولة الكونفدرالية، ونهدي هذا الفوز الكبير والعظيم لكل الجماهير وللجهاز الفني القدير ولاخواننا في دائره الكوره، وحتى للعيبه الابطال الشاوس الذين يلبوا نداء الهلال في كل لحظه وفي كل تاريخ، وشكرا لكم. اليوم يعني استطعنا نتوج مجهودنا بالانتصار بالدوري الممتاز، ودي يمكن تكون يعني ابسط هديه نقدمها لجمهورنا العزيز اللي وقف معانا، وبالرغم من المرارات الليله جو شجعنا، ونحن نهديه ان شاء الله عقبال كاس السودان ان شاء الله. نهني جمهور الهلال بالكاس البطوله المحببه للهلال هو الدوري الممتاز، وهذا بجهد جهاز الفني واللاعبين ومجلس الاداره وجميع الناس، وكنا نتمنى انه نحتفل بكاس الاتحاد الافريقي، لكن ربنا ما اراد. لكن في الموسم السابق ان شاء الله نعوض الكاس ان شاء الله. وحاليا ان شاء الله احنا نفكر في كاس السودان ان شاء الله لنضيفه للدوري الممتاز ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا نشكركم كثير دعتوا لنا هذه الفرصه. حقيقه يعني انتصار جاء بعد معاناه شديده وموسم طويل. نحمد الله كثير انه يعني وجودنا اتكلل بالنجاح. الحمد لله كثير يعني الحمد لله كثيرا يعني الحمد لله اللعيبه ما قصروا واجتهدوا يعني رغم الاحباط اللي كنا عايشينه بالفتره اللي فاتت يعني، لكن الحمد لله انجزنا المباراه. دي هديه لجمهورنا اللي صبر معنا طول هذا المشوار. الحمد لله. اقول مبروك لجماهير الهلال وان شاء الله السنه الجايه هنجمع البطوله الافريقيه والممتاز وكاس السودان كده ان شاء الله يا رب. بقول الف مبروك للعيبه الهلال والجهاز الفني والجمهور. يمكن ده تعويض لبطوله خروجنا من البطوله الكونفدراليه، وان شاء الله يعني هنقدم نفس الاداء في كاس السودان ونحرز كاس السودان كتعويض للجمهور الوفي بخروجنا من الكونفدراليه، وان شاء الله يعني الناس هتقدم اداء جاد في كاس السودان ان شاء الله. اول حاجه الليله فرسان الهلال عوضونا كثير جدا جدا من الخروج من الكونفدراليه، والحمد لله رب العالمين اليوم توجنا بطولة الدوري الممتاز المحبب لدينا. بطولة الممتاز طبعا ما قاعد تفارق الهلال كثير جدا، والحمد لله احنا اسياد البلد، والحمد لله البطولة حقتنا كاس الممتاز حقنا والحمد لله، ونتمنى فرسان الهلال العام المقبل يظهروا لنا في بطولة ابطال افريقيا ان شاء الله. كابتن كبيرة Yeah, I'd like to thank God for the cup that you win. I'd like to thank also the supporters. Like also thank the management and all the players. Thank you. الفوز والبطوله دي ناديها للجماهير الوفيه وقفت مع الفريق، والله كان يعني بكل جهودنا وناي كان نشيل البطوله الافريقيه وربنا ما وفقنا. يعني حاجه بسيطه نقدم لهم بطوله الدوري الممتاز دي، وان شاء الله في الموسم المقبل الناس يعني يتكافوا الجهود نلعب في البطولتين ان شاء الله نفرح الجماهير هذا ان شاء الله. شكرا لكم. اول حاجه بشكر جمهور الهلال عامه، بنتمنى له ان شاء الله اكثر واكثر ان شاء الله، ونقول هارد لك لاهلي مدني، والمرحله الجايه ان شاء الله ربنا يوفقنا كلنا ان شاء الله. ايوه انا كلام عربي عربي مبروك يا جمهور الهلال يا جمهور كل السودانيز. ايوه Thank you very much. We are so happy for the victory.
Really, we are so happy. Really, congratulations to all Hilal people and Sudanese people. Thank you very much. Arabic تمام يا شوية. أيوة مبروك يا جمهور هلال. أيوة مويزة. أنا مبسوط الليلة. شكرا. أيوة هلا حبيبي. شكرا.